هلا ويا مرحبا بكم جميعا. اليوم جولتنا على الطرف الآسيوي من اسطنبول، مشابهة للجولة اللي سويناها باتجاه منطقة بيبي. خليكم معي، راح أعلمكم على تفاصيل هاي الجولة. مثل ما قلت لكم أنا أشتغل باسطنبول مرشد سياحي، فلذلك راح أخليكم تتنقلون وتاخذون جولات وتعتمدون على نفسكم من خلال الفيديوهات بدون ما تعتمدون على حدا معاكم. حاليا احنا موجودين بمنطقة أمينونو، راح تكون انطلاقه من هين لانه منطقه أمينونو تعتبر يعني مركز المدينه، فلذلك لحتى تعرفون تبداون بالجوله وتعرفون منين تنطلقون، لانه منطقه أمينونو معروفه للجميع تقريبا، فلذلك راح اخلي اغلب الجولات اللي اصورها تبدا من أمينونو. حاليا راح نروح باتجاه هاي المنطقة اللي راح اخلي لكم اسمها مفاجأة لحتى نوصل. حاليا احنا راح نطلع باتجاه اسكودار من هذا الميناء، ميناء أمينونو رقم 3، مو الميناء اللي على اليمين، لا، المرة الماضية طلعنا على بيبيك من هذاك الميناء رقم 2، تذكروا رقم 3. حاليا احنا راح نروح باتجاه اسكودار، مثل ما انكم شايفين العالم عم يستنون، وبعدين من هناك نكمل رحلتنا. وقبل لا ننطلق أتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك، لأنه هذا صراحة يفيدني. دخلت داخل العبارة لأنه الجو برا ريح شديدة، هواء. حاليا الجو باسطنبول صار ولا أروع. بداية هذا الشهر، الشهر العاشر والشهر 11 ساعة الجو يصير أحسن وأحسن. راح الحر، اللي أهم شيء يروح الحر، دمرنا الحر صراحة. صارت زحمة لأنه في سياح. أتوقع السياح اللي يعرفون اسطنبول مضبوط ما يجون إلا بهذا الشهر، لأنه يعرفون جو اسطنبول المناسب هذا الشهر. أو مثل ما قلت لكم بالفيديو، فيديو بيبيك، إنه تطلع بالعبارة بكرت المواصلات، فأنت تاخذ جولة بالعبارة زائد إنك عبرت على الطرف الثاني أو رحت لوجهتك اللي بدك إياها. يعني قلت لكم من قبل انه اكثر الناس يستخدمون العبارة، عبارة البلدية، يطلعون مثلا ب 15 ليرة، يروحون لاخر الخط، عبارة عن ساعتين كاملات. اخر خط بمضيق البسفور ساعتين كاملات، يروحون ساعتين كاملات ويرجعون ساعتين، فبس انه يتمتعون بالرحلة مضيق البسفور. الفيديوهات الجاية راح تكون كلها عبارة عن سلسلة كدليل سياحي، يعني ما انتم بحاجة دليل سياحي ابدا. الفيديوهات راح تكون كاملة جولة من الالف الى الياء بالتفصيل. والمناطق اللي على ضفاف البسفور كلها مناطق حلوة، يعني هي من افضل المناطق. فبالايام الجاية اكثر فيديوهات راح اصور لكم المناطق على ضفاف البسفور، الطرف الاسيوي والاوروبي. حاليا وصلنا اسكودار، الطرف الاسيوي. خلينا نشوفكم نكمل رحلتنا. حاليا احنا وصلنا ساحل اسكودار، ولكن وجهتنا مو ساحل اسكودار، وجهتنا بدنا نرجع نطلع بباص من عند هذا المسجد. شوفوا هذا المسجد. حاليا احنا بموقف الباصات مثل ما انتم شايفين، اي باص رقمه 15 اخذوه، اي باص رقمه 15. حاليا نحن راح نطلع بهذا الباص لانه مسافتنا بسيطة، 5 دقائق بالباص. فأي باص رقمه 15 ما يهم الحرف اللي بعده، سي ولا ام ولا كذا، اطلع امضيه.
حاليا وصلنا وجهتنا الأولى، لسه في وجهة ثانية. الوجهة هي عبارة عن هاي الحديقة، حديقة مكاش تبة، إطلالتها ولا أروع. خلينا نشوف، بس قبل ما نطلع على الحديقة خليني أشوفكم هذا المنظر على الطرف الثاني. نشوف المنظر بعدين نكمل. اجينا بالباص، نزلنا عند هذا الموقف، موقف عبد الله آغا جردسي. احفظوا لي هذا الموقف، خلينا نشوفكم اياه الموقف لحتى تنزلون عنده. هذا هو الموقف. طبعا خلونا حاليا نطلع على الحديقة، اشوفكم الحديقة. طبعا المكان من اسكودار قريب، تقدرون تجون مشي، اصلا تمشاية حلوة يعني 20 دقيقة، ولكن مشان الحق اليوم اصور لكم المكانين. لسه على المكان الثاني اجمل من هذا المكان، ولكن مستني لحتى يكون الاجواء العصر تكون اجمل، لانه حاليا الظهر. فخلينا نطلع على الحديقة ونشوف. يلا. طبعا نسيت اقول لكم انه تمشون هذاك الموقف هناك، نزلنا تمشون هاي المشية وتجون يعني شغلة 100 متر. هاي هي الحديقة، مدخل الحديقة. الحديقة صايرة على شكل تلة، يعني بدكم تطلعون، اللي ما خرجوا يطلع طلعات قاسية فما انصحه، ولكن تستاهل التعب والطلعة. شوفوا 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 شوفوا، يا سلام. خلونا ننزل، لسه في اطلالة فوق ولا اروع. خلينا نشوفكم الشلالات. طبعا هين موجود جلسات حلوة، جلسات عائلية، العاب للاطفال. Ya kafeterya oturup çekelim ya. طبعا شوفوا لي هاي الاطلالة الخرافية، هاي اجمل اطلالة بالحديقة. لسه في اطلالة واحدة فوق، انا حاطلع واصور لكم اياها. شوف كمية الهدوء. شوف 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 شوف. شوف الاطلالة مع احلاتها. طبعا هذيك اورتاكوي مثل ما انتم شايفين، هذا مسجد اورتاكوي الطرف الثاني من اسطنبول. الله على الجمال. شوفوا لي هاي الاطلالة. هذا المكان اخذ الصور ولا اجمل. طبعا هين بمطعم وكافي وجلسات خارجية حلوة على النهر. تحت الشجرة جلسات حلوة والله.
طبعا أول شي تقطعون فيش، بعدين تجون على المكان اللي بدكم إياه. سعر مو غالي، 70 ليرة بس. القنبرة الأصلية تلاقونها وين؟ تلاقونها منطقة أورتاكول. بيرون اي والله صح. بعد ما خلصنا أكلة القنبري صراحة حلوة، بس البورتاكو هي الأصلية. شوفوا لي هذا المنظر، شوفوا 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 شوفوا. طبعا هين فوق زب لاين، شوفوا مع الحز راح ينزلون بهذا الاتجاه. طبعا حاليا بعد ما طلعنا من الحديقة رايحين على منطقة حلوة اسمها كوزغونجوك. هاي المنطقة بيوتها ملونة ومليانة كافيهات ومطاعم. طبعا تبعد عن الحديقة مشيت 10 دقائق، ما بداعي تاخذون باص. والطريق كله حلو، يعني الساحل فيه مناظر حلوة، يعني تمشاية حلوة، ما بداعي تطلع بباص. حتى في جامع اطلالته حلوة، خليني اشوفكم اياه اذا صح لي راح اصوره. طبعا احنا نزلنا هين عند هذا الموقف وطلعنا على الحديقة من هين على اليمين مثل ما انكم شايفين اللافتة. طلعنا على اليمين وهذا المكان شوفتكم اياه. هذا المكان حاليا بدنا نروح باتجاه اليسار، يعني بهذا الاتجاه. شوفوا هذا المسجد اللي قلت لكم عليه، خليني ادخل اصور لكم اياه اذا مفتوح المسجد. مسجد حلو وصاير مطل على البحر مباشرة. كل ما اعدي من هاي المنطقة احب ادخل له، لانه شوفوا ما احلى اطلالته. هذا المسجد وهاي هنا الحديقة. شوفوا هاي حديقة ساحة بسيطة تجلس بيها. هذا المسجد. طبعا دخلت داخل المسجد صورت، جاني شخص قال لي ممنوع التصوير ولا تنشره على الانترنت لانك تحتاج اذن بالتصوير. فما اعرف، يجوز ما راح اشاركه الفيديو اللي صورته بالداخل، بس اللي صورته خارج المسجد عادي، بس داخل المسجد ممنوع التصوير. فالامور القانونيه ما راح اتجاوزها. يعني امور التصوير صعبه صراحه، يعني كل مكان تدخل عليه
احتمال يكون ممنوع التصوير، فخلينا نتجنب المشاكل. شوفهم هين بمسجد وجنبه كنيسة، مسجد وكنيسة. منطقة حلوة يعني الطرف الآسيوي بشكل عام هي كلها تابعة لمنطقة أوسكودار. وصلنا حاليا هذا هو الشارع، ولكن بالأول خليني أفرجيكم الساحل، ساحل كوزغونجوك. وهذا هو حي كوزغونجوك، هذا هو شارع كوزغونجوك. الشارع كله عبارة عن مطاعم وكافيهات. شوفوا صراحة الشارع يستاهل الزيارة. طبعا الحمد لله ما بزحمة، لأنه اليوم يوم الاثنين، يوم السبت راحت زحمة أكثر. شوفوا من جمال هاي المنطقة وبيوتها الملونة. العالم يجون على هذا المكان بس لياخذون صور، والجلسات بالكافيهات حلوة. طبعا بهذا المكان فيه بستان، خلينا نشوفكم اياه، زارعين بيه خضروات. خليكم معي لاشوفكم اياه. كوزغونجوك بستاني. شوفوا هذا البستان زارعين بيه باذنجان، بندورة، فليفلة. شوفوا بندورة بس من كثر الغبرة ميتة خالص. طبعا هذا الجبل كلياته فيه كل انواع الشجر تلاقونها، تين الى اخره.
بس صراحة تعبت من طلعة الحديقة، فما أقدر أطلع أصور لكم فوق. طبعا هذا المطعم الإيطالي مشهور بهاي المنطقة، إيطاليان مطبخ. طبعا هذا المطبخ الإيطالي، شوفوا من الديكور ما أحلاكم. من هذا المكان ومن هذا المنظر الحلو بدي انهي معاكم الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، اكتبوا لي بالتعليقات رايكم. والفيديوهات القادمه راح اسوي سلسله كامله عن جولات سياحيه باسطنبول، لحتى تكون هاي السلسله كمرشد سياحي لكم. لا تنسون تحطون لايك والاشتراك بالقناه، لانه صراحه تصوير المحتوى متعب. فاتمنى ما تنسوني من دعمكم، واشوفكم على خير فيديو جديد.